اسمك ايه؟ اسمي ابراهيم. اه. انت منين يا ابراهيم؟ من الفيوم. اجدع ناس الفيامه ده هم يا ابراهيم. بالك انت يا ابراهيم الفيامه ده هم غير الشرقاويين خالص. حتما الشرقاويين ده هم يا ابراهيم ما يسيبوش حقهم ابدا. لا، مش معنى كده ان الفيامه ضعاف. الفيامه قبل كده عملوا مظاهره قفلوا بيها ميدان التحرير كله. كانوا عاملين احتجاج عايزين يشيلوا النسر من على علم مصر ويحطوا مكانه كتكوت. كان زمان دلوقتي الشرطه في خدمه البط، وبدل ما يجي لنا في المعونه قمح يجي لنا تشيشه. ازيك يا ابراهيم؟ قال لي يا ابراهيم الواد الفيومي ابو عربيه نص نقل. الواد ده هو تبعك؟ مش تبعك. الواد ده هو يا ابراهيم، انا واثق انه تبعك. الواد ده هو يا ابراهيم كان راكب عربيه نص نقل محمله كتاكيت. كان في طريق بقى الفيوم، كان رايح مصر. فقابله كمين قال له اقف يا واد انت، اقف. فالراجل وقف قال له هات رخصك. قال له اتفضل يا بيه. قال له إيه اللي ورا ده يا؟ قال له كتاكيت يا بيه. قال له بتاكلها ايه؟ قال له باكلها تشيشه. قال له تشيشه؟ مش تخلي عندك رفق بالحيوان؟ انت تاكلها كيكه. ورعجنه على القاضي يا ابراهيم علقه. انما ايه، الراجل راح طلع بالعربيه قال اكلها كيكه يا بيه حاضر. طلع وهو متضايق. قابله كمين تاني قال له هات فين رخصك؟ قال له اتفضل يا بيه. قال له ايه اللي ورا ده يا؟ قال له كتاكيت. قال له بتاكلها ايه؟ قال له تشيشه. لا وربنا باكلها كيكه، باكلها كيكه كل عيد ميلاد ليه بجيب لها تورته. اه يا بيه ده احنا مدلعينهم دلع. قال له تورته وكيكه كمان؟ امال احنا ناكل ايه؟ رعجنه علقه ياض يا ابراهيم. الراجل علقه انما ايه، راح طالع بالعربيه. قابله الكمين التالت قال له واد فين رخصك؟ قال له اتفضل يا بيه. قال له ايه اللي ورا ده ياض؟ قال له كتاكيت يا بيه. قال له بتاكلها ايه ياض؟ قال له بص يا باشا انا بديها مصروفها وهي تجيب اللي هي عايزاه. طبعا في امل. انت بتصور يا ابني؟ لازم تصور. آه. ل- لازم نوقف حد للي بيحصل ده، ما ينفعش. كل واحد امه تعمل له جمعيه يقبضها ويروح يعمل كليب. الكلام ده ما ينفعش. الكلام ده مش في بلدنا هنا. فين الست ام كلثوم؟ فين المص؟ فين الناس الجميله دي؟ هم سالوني على البرنامج اللي هم بيعملوه دلوقتي اللي هو اسمه كانوا كلمني اسمه قلعه المواهب العربيه. هم سالوني قالوا لي ايه رايك في البرنامج؟ قلت لهم حلو. انا اسمي محمد رمضان. موهبتي التمثيل. حصل على شهاده احسن موهوب جمهوريه مسرح مدرسي. 3 سنين ثانوي الحمد لله. ومن امنيات حتى ان اخش معهد الفنون المسرحيه. المعهد اللي اتخرج منه اساتذتي منهم الاستاذ احمد زكي مثلي الاعلى. انا قابلته مره واحده في حياتي، كان في كنت وريته حته كده من فيلم ايام السادات، وكان اختارني يعني بسببها. الحته بتقول ايه انا يا هيكل دلوقتي كنت قاعد مع رئيس الاتحاد السوفيتي وقلت له ان انا هحارب اسرائيل.